معانا ومع اللجان ومع اعضاء الجمعيه العموميه. انا من هنا من المنصه يا دكتور بشكر حضرتك على التواضع بتاع حضرتك وعلى التفاهم وعلى الانجازات الجميله اللي بتحصل في النادي على ارض الواقع. حضرتك دايما متواضع تقول لسه ما عملناش، لكن ايه الحمد لله احنا شايفين انجازات، شايفين فرق رياضيه، شايفين. والنهارده عندنا حمله تشجير بنشكر الباشمهندس محمد قبطان رئيس مؤسسه هنجملها. جاب لنا 500 شجره بالتعاون مع لجنه العلاقات العامه برئاسه اختكم الاعلاميه اماني حبيب. احنا اتشرفنا. عايزه كمان اشكر لجنه العلاقات العامه معايا، لجنه جميله قوي ومتفاهمه جدا وكلها قامات كبيره. انا بشكركم جدا من التعاون معايا وبشكركم عشان حضوركم، بشكركم لتواجدكم المشرف. لجنه العلاقات العامه احنا النهارده في ضيافه الدكتور حمدي وبالتعاون مع لجنه العلاقات العامه ومؤسسه هنجملها، والحمد لله زرعنا 500 شجره في النادي، منها شجر مثمر ومنها شجر عطري. بشكركم وبشكر الدكتور حمدي جدا. شكرا جزيلا للاستاذه دكتوره اماني حبيب رئيسه لجنه العلاقات العامه بالنادي. والان مع كلمه الاستاذ الدكتور صفي الدين محمد متولي ليشرحنا نبذه عن مؤسسه هنجملها ودورها في المجتمع وفي النادي. لا هيتكلم على تغيير مناخ الزراعه. مع المهندس محمد قبطان. عدي بقى، ما تخليش تعدي كل شويه من قدامي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات السيدات والسادة، المنصة الكريمة دكتور صفي عالم جليل له باع وله فكر وله رؤية استراتيجية لإعمار مصر وذات الرقعة الخضراء. الناس اللي معانا الجميلة، أنا هبعد عن الكلام المنمق شوية ويلا بينا نتكلم مع بعض بإيجابية شوية. أنا هنا ليه النهاردة؟ عشان بحب الشرقية وبحب كل الكويت. طيب احنا النهارده عندنا رئيس عظيم. عندنا رئيس عظيم. ليه عندنا رئيس عظيم؟ لأن فخامة الرئيس لديه رؤية مستقبلية، فأطلق حملة 100 مليون شجرة. وسؤال لكل الحضور، ليه الرئيس ما قالش 99 مليون؟ ليه يا فندم؟ ليه يا فندم؟ عشان بقينا 100 مليون. فهناك إشارة لفخامة الرئيس أن هناك سلاح مدمر يدمر العالم كله، له تأثير على أوروبا وعلى إيطاليا وعلى مصر وعلى كل مكان. الذي يضحك الآن سيبكي غدا حينما يكون معه الأموال وما يلاقيش السلع. فالنهارده احنا جايين لأشقائنا واخواتنا في الشرقية، اللي أنا بشرف إن أنا موجود وسط بلدي مع القامة المضيئة الجميلة الدكتور حمزة سوق. عاوز تحية كبيرة جدا. مهم جدا نتعلم ان الكبير لازم نحترمه قوي، مش نحترمه بس. وانا النهارده في ضيافه معالي الوزير الخلوق المحترم والقامه الجميله الدكتور صفي والدكتور شعبان والعميد احمد سويلم وكل اعضاء الحمله هنجملها، جايين خادمين لنادي الشرقيه ولنا الشرف. فتحيه كبيره لكل العمال النهارده اللي نزلوا الشرف. هنمشي مع بعض سريعا. شجره الزيتون عمرها كام سنه؟ 1000 عام من الإثمار والإعمار وعملية البناء الضوئي. سؤال للعميد أحمد سويلم، أبوك فين دلوقتي؟ راح. تفتكروا كم مرة في السنة؟ إلا من رحم رب. ولكن شجرة الزيتون المثمرة هيبقى عمرها 1000 عام من الإثمار وتسبيح رب العالمين وإعطاء أكسجين نقي وإعطاء ثمرة. فمن هنا زرعنا الصديق الإيه؟ الصدوق
الآمن المؤمن الذي يعطي لك صدقة جارية فهتغسل نفسك حتى بعد مماتك من كل الذنوب. ملخص موضوعنا، نقدر نزرع الشجرة من غير ما ندفع ولا مليم. طب ازاي؟ سؤال، عاوز اعمل مشتل حتى من غير ما ادفع ولا جنيه. نور، ازاي؟ حضرتك هتجيب كيلو جوافه النهارده هتعمله عصير، بدل ما ترمي البذور هتروح لابنها في الكيسه لمدرس تربيه زراعيه، اعمل لي يا عمو مشتل عشان انا عرفت ان الشجره بتسبح ربنا وتقلل الانبعاثات الكربونيه بنسبه كيلو 840 جرام في اليوم وتدي اكسجين كيلو 200 جرام في اليوم. فمن هنا بدات المراه تكون جندي من الجنود التي تحارب التغيرات المناخيه والاحتباس الحراري، السلاح الذي يسحر اراضي ويجفف انهار ويقلق العالم كله ويهدد العالم كله بالمجاعه. فالنهارده احنا جايين على شرف معالي الوزير المحترم بكل قامات الحمله بكل الساده العلماء اللي موجودين عشان نعمل حاجه ايجابيه. طب احنا عددنا بسيط لكن مش مؤثرين، لا احنا كتير قوي. معانا حاجه اسمها فيسبوك ومعانا تويتر وواتس وانستجرام وحاجات كلها، فكل واحد معانا لو كتب جمله ان هدف مبادره هنجملها الاول هو التكيف مع التغيرات المناخيه والاحتباس الحراري. الهدف الاقتصادي ايه؟ ان احنا نامن المجتمع ضد الجوع والفقر، فبالتالي هنكافح فقر الغذاء. الهدف الثالث ايه؟ نحافظ على كل نقطه ميه، لان شجره الزيتون كثيره الثمار، دائمه الخضره، قليله استهلاك الميه، مقاومه للامراض، اكثر اعمار في الارض. من هنا الحمله الجميله اللي اطلقها ابن الشرقيه مع فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعايز تحيه كبيره جدا لفخامته من نادي الشرقيه النهارده، بنرسل له اجمل تحيه. لان يا شبابنا خلي بالكم كان في قانون بيمنع زراعه الاشجار المثمره في الاماكن العامه، وحينما استشهد احمد قبطان ابن اخويا في الجيش المصري كان امر ملح عليه اعماله صدقه جاريه. فلما لقيت في قانون بيمنع زراعه الشجره رسلت الاب الجميل الراقي فخامه الرئيس قلت له هذا القانون جائر، وجالنا الرد بعد 15 يوم بالموافقه على زراعه الاشجار المثمره والغاء القانون الجائر. من هنا عندك رؤيه، عندك حلم، عندك فكره، اوعى تنام. في ناس كتير يا جماعه ماتوا وحلمهم مات معاهم، وناس كتير عايشه وهي ميته. اوعى تكون من دول، خليك دايما عينيك على هدفك. مين يعرف محمد صلاح؟ كله راح الزمالك قالوا لا ما انتش نافع، لكن عنده هدف واصرار وعزيمه انه يبقى رقم واحد على مستوى العالم وبقى ترند العالم. كتير جدا عايش معانا بس مستهلك، كتير جدا عايش معانا ومالوش رؤيه ولا فكره. لحد امتى؟ سلاح الزمن قاتل. محمد قبطان عنده 52 بكره عنده 53 سنه، عمل ايه؟ ما عملش حاجه. هيقول له ربنا ايه؟ انا قعدت 53 سنه في الدنيا وما قدمتش. لا، النهارده الفرصه موجوده لكل بذور الفواكه اللي بناكلها في بيوتنا ممكن تكون اشجار مثمره. ممكن تزرع سطح المنزل باذنجانه، فل، فجل، جرجير، طماطم، خيار، اي شيء. في علبه السمنه القديمه فكرنا بسيط ولكنه يؤثر في التغيرات المناخيه ويزود الاكسجين ويقلل الاحتباس الحراري. مهم جدا نعرف ان احنا نقدر نعمل كل حاجه وكل حاجه في نادينا. والنهارده عاوزين نوجد شجره زيتون ومش معانا فلوس، بعد ما الشجره تثمر عقله مع منشط جذري هتبقى شجره. دفعنا فلوس؟ لا. حد تاني بيحب الفل، عقله من شجره الفل مع منشط جذري هتبقى شجره فل. مسك الليل نفس القصه. كل الاشجار ممكن تكون منتجه بحاجه بسيطه خالص. فمهم جدا نعرف ان احنا جايين النهارده، بكرر كلامي وبختم بيه عشان بنحبكم بجد وعاوزين نادي الشرقيه يبقى النادي الاخضر ويصدر الفكر الطيب والعمل الصالح لكل عموم الشرقيه. واحنا جبنا 500 شجره، في كمان يا معالي الوزير 500 شجره هديه مع نهايه زراعه اخر شجره في ال 500 التانيين. كل الحضور اللي شرفونا النهارده مستعدين ننزل معاهم لمدارس اولادهم والقرى بتاعتهم وللشوارع. واوعوا تفكروا ان حد قاعد هنا قليل، اللي قاعد هنا قاعد بامر مين؟ الله سبحانه وتعالى. ربنا. اخر كلامي خطوتنا بنحقق فيها 3 اهداف: حب النفس، بزرع صديق صدوق، تامين الوطن وحب الوطن ضد فقر الجوع، رضاء الرب سبحانه وتعالى. لان ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم عن الانسان قال اني جاعل في الارض خليفه، والخليفه هو المعمر
كل التحيه وكل التقدير لنادي الشرقيه، ودائما وابدا معا اتقياء نبلاء معمرين الكون بالكلمه الطيبه والعمل الصالح الصادق النير. وبشكر الاستاذه ريهام والاستاذه سميره وكل اعضاء هنجملها، وبنقول نحن على الطريق الصحيح، وفكرنا كان استراتيجيه مصر 2050 وفكرنا اتى اليه العالم. ونحن ننادي من عام 2015 و16 و17 ازرعوا الاشجار المثمره دائمه الخضره من اجل مكافحه الاحتباس الحراري والتغير المناخي. شكرا لحسن الاستماع، ومعا نبني ونعمر الوطن. شكرا.